نصراوي والعشق لك وحدك يا نصراوي. تفاصيل تدريب مورينيو النصر. النصر ينهي صفقة لوكا مودريتش. تاليسكا يحسم مصيره ويفاجئ حمد الله. موعد انطلاق الدوري السعودي. في مفاجأة من العيار الثقيل، دخل نادي النصر في منافسة مع الهلال على صفقة التعاقد مع المدير الفني البرتغالي خوزيه مورينيو، والهلال قدم عرضا رسميا إلى مورينيو خلال الساعات القليلة الماضية لخلافة الأرجنتيني رامون دياز الذي ينتهي عقده بختام الموسم الرياضي الحالي. ومن ناحيته يرتبط المدير الفني البرتغالي بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي حتى 30 يونيو من عام 2024. وفي هذا السياق كشفت صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية عن تفاوض مباشر من المسؤولين عن الرياضة السعودية مع مورينيو، وأشارت الصحيفة الشهيرة إلى وضع 3 عروض على طاولة خوزيه مورينيو للاختيار بينهم على النحو التالي: تدريب نادي الهلال، تدريب نادي النصر، تدريب منتخب السعودية. وأعلنت أن العرض المقدم إلى المدير الفني البرتغالي لمدة عامين مقابل 120 مليون يورو 490 مليون ريال سعودي، أي 245 مليون ريال في السنة الواحدة فقط. يعتبر العرض المقدم إلى مورينيو الأضخم في تاريخ المدربين منذ بداية كرة القدم وحتى الآن، حيث من المتوقع أن يتخذ المدرب البرتغالي قراره النهائي خلال الأيام القليلة القادمة. ونادي النصر كان قد وقع مع المدير الفني الفرنسي رودي غاريسيا قبل بداية الموسم الرياضي الحالي 2022-2023 دون الكشف عن مدة العقد. يبدو أن مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلل المعمر قد حسم صفقة النجم الكرواتي لوكا مودريتش متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني. ومودريتش البالغ من العمر 37 سنة يرتبط بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد حتى 30 يونيو من عام 2023 وسط أنباء عن رغبة إدارة فلور ناتينيو بيريز في التخلي عنه. ويحاول نادي النصر التوقيع مع النجم الكرواتي منذ عدة أسابيع مع إصرار اللاعب على الانتظار حتى آخر لحظة على أمل التجديد مع الفريق الملكي. في هذا السياق نشر الإعلامي الرياضي الموثوق علي العنزي المقرب من الإدارة النصراوية صورة مودريتش عبر حسابه الرسمي بتطبيق سناب شات، ووضع العنزي مع صورة لوكا مودريتش قلب أصفر وإيموجي النار في إشارة صريحة إلى حسم الصفقة التاريخية المنتظرة. من ناحيته أكد الإعلام الرياضي عبد العزيز المريسل على هذه الأنباء عبر حسابه الرسمي أيضا في سناب شات. وأعلن المريسل عن قدوم مودريتش إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال الميركاتو الصيف القادم برفقة عدد من نجوم ريال مدريد. جدير بالذكر أن تقارير صحفية كشفت عن اقتراب النجم البرازيلي فيليب كوتينيو صانع ألعاب أستون فيلا الإنجليزي من الانتقال إلى نادي النصر. حسم النجم البرازيلي الكبير أندرسون تاليسكا مستقبله مع نادي النصر في ظل شائعات هروبه من الفريق، موجها الرسالة إلى منافسه على لقب الهداف وخاصة المغربي عبد الرزاق حمد الله. وتاليسكا يرتبط بعقد مع نادي النصر حتى 30 يونيو 2024 وسط تضارب في الأنباء بشأن رحيله وبقائه مع الفريق الأول لكرة القدم. في الموسم الرياضي الحالي 2022-2023 يتصدر النجم البرازيلي جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 16 هدفا، متساويا مع النيجيري أوديان إيغالو مهاجم نادي الهلال ومتفوقا بهدف وحيد عن حمد الله. وتزامن أندرسون تاليسكا مع حمد الله في النصر في الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2021 قبل أن يدخل في خلافات عنيفة ومن ثم انتقال المهاجم المغربي إلى نادي الاتحاد. وكشف تاليسكا في تصريحات تلفزيونية بعد مباراة النصر والعدالة على أنه لا يركز في أي شيء سوى العروض المقدمة إليه أو لقب الهداف. وأضاف النجم البرازيلي: تركيزي الوحيد مع نادي النصر من أجل تحقيق ثنائية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين. ووجه أندرسون تاليسكا رسالة إلى منافسيه على لقب الهداف قائلا: الذهب في النهاية للفريق، لا يهمني هذه الجائزة أبدا ولا أسعى إليها. جدير بالذكر أن تاليسكا سجل هدفين في فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر 5-0 على نظيره العدالة في الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي. أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين مساء الأربعاء عن موعد انطلاق منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024،
وأوضحت الرابطة على حسابها الرسمي بتويتر أن الموسم الجديد من دوري روشن سينطلق يوم 11 أغسطس آب المقبل بمشاركة 18 فريقا لأول مرة. وأعلنت الرابطة عن أن زيادة عدد الأندية في دوري روشن يأتي بعد أن تقرر تصعيد 4 فرق من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى. يذكر أن منافسات دوري روشن السعودي بالموسم الجاري الذي يتنافس على لقبه 16 فريقا ستختتم في 31 مايو آيار المقبل، وذلك لمنافستها. ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري حاليا برصيد 53 نقطة من 22 مباراة بفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما تقدم الهلال للمركز الثالث برصيد 45 نقطة من 21 مباراة. كشفت مصادر مطلعة للشرق الأوسط أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين بصدد إجراء تعديلات على اللائحة الخاصة بتغطية وسائل الإعلام للمناطق المخصصة للاعبين وكذلك المؤتمرات الصحفية، وذلك بسبب إلغاء بعض المؤتمرات الصحفية المخصصة للمدربين دون حضور عدد كاف والمحدد ب5 صحفيين لكل مؤتمر. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هناك عقوبات سيتم اعتمادها في اللائحة ضد الصحفيين الذين يتم تسجيلهم من قبل المؤسسات الصحفية والإعلامية لحضور المباريات لكنهم يغيبون عن المؤتمرات الصحفية، وستطبق هذه العقوبات في الموسم الرياضي المقبل. وقالت المصادر: لا يمكن للرابطة أن تطبق هذه الإجراءات في هذا الموسم كون الأمر يحتاج إلى تعديلات قانونية على اللائحة يجب عرضها على مجلس الإدارة، وحينها يمكن للرابطة أن تتخذ القرارات اللازمة لمنع ظاهرة غياب الصحفيين عن المؤتمرات الصحفية رغم إرسال مؤسساتهم الصحفية والإعلامية لأسمائهم قبل بدء كل جولة. وأظهرت الشرق الأوسط في حسابه الرسمي على تويتر صورا لنحو 10 مؤتمرات صحفية لمباريات في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم تم إلغاؤها في الموسم الماضي والحالي بسبب عدم وجود عدد كافي من الصحفيين، وهو ما يجعل المنظمين يقررون إلغاء المؤتمرات الصحفية. وسبق لمدرب النصر الفرنسي جاريسي أن مازح الصحفيين في أول مباراة شارك فيها رونالدو بقوله: مبروك لكم. اليوم قاعة المؤتمر الصحفي مليئة بالصحفيين، عاد يوجد صحفي أو 2 فقط. وقررت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم المنظمة لمباراة العدالة والنصر التي جرت أول من أمس إلغاء المؤتمر الصحفي المخصص للمدربين عقب المباراة بسبب تسجيل أسماء 3 صحفيين فقط من أصل 20 صحفي تم اعتماد أسمائهم في المباراة بعد طلب رسمي من مؤسساتهم الصحفية والإعلامية قبل المواجهة بأيام. وقالت المصادر: للأسف نرى عشرات الصحفيين يحضرون للملعب من أجل البطاقات الرسمية الصادرة لهم لتغطية المباريات لكنهم لا يفعلون ذلك. التغطيات تذهب إلى حساباتهم الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا أمر غريب ومثير للدهشة. وبحسب المصادر فإن العقوبات قد تبدأ بالمنع من دخول المباريات لعدد محدد وتصل إلى سحب البطاقة الإعلامية المخصصة لحضور منافسات الدوري السعودي في حال تكرر منه. ولن تتوقف الرابطة عند ذلك، بل ستقوم بتقسيم المباريات إلى 3 فئات على أن تكون هناك معايير خاصة بالحضور الإعلامي لكل فئة وإقامة المؤتمر اللاحق عقب كل مواجهة بشكل لائق.